بعلبه واحده تاع المارغرين نروحو نديرو اكثر من 35 حبه مشوك معسل حتى للقلب، يجي يدوب في الفم ذوبان وبزاف بنين، ما كاش كيف يجي العيد وما نديروش. عندي لهنا علبه تاع المارغرين اللي توزن 250 غرام. انا درت مارغرين ديما، انا دائما مارغرين ديما ما تخطينيش في العيد على خاطر بزاف بنينه وما فيهاش الماء، يعني كي نخدم بها ما تغبنيش كامل. ديت لهنا العلبه كامل تكون بدرجه حراره الغرفه، نضيف عليها باقي المكونات الاخرى اللي هي بيضه وصفار بيضه، كاس الا ربع تاع سكر ناعم، عندي تاني كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي، لافاني ومبشور تاع ليمونه. نخلطهم كامل بالباطور، تقدروا تخلطوا بيدكم. نخلطهم مليح، من بعد نروح نضيف الفرينه اللي كنت غربلتها مع مغرفه صغيره تاع لا لوفير شيميك، ونقعد نضيف الفرينه بشويه حتى تولي عندي عجينه طريه. والعجينه تاعكم ليموها بك بلا ما تعجنوها باش تجيكم طريه. من بعد نروح نشكلها كرات، وزن كل كره 30 غرام. كي نكمل نشكل كامل الكرات نروح نرمدهم في بياض البيض اللي كنت نحيته مقبله، نزيد نجوزهم في كاوكاو اللي كنت رحيته في الخشين. الكاوكاو هذا ما تحمصوهش، خلوه هكاك ابيض. من بعد نحطهم في الكيسات تاع المشوك، نزيد نحط لهم لي فروي كونفي هذوك من الفوقه. هنا قسموهم على 2 وما تجوزوهم في بياض البيض هكا باش ما يخرجوا لكمش كي يكونوا يطيبوا. نطيبوهم على 180 درجه مده 25 دقيقه حتى يطيبوا لي ويتحمروا لي. نعسلهم وهما سخونين باسيله بارده، نخليهم يتشربوا مليح ونقدمهم. وشوفوا لي النتيجه، يجوا بزاف هايلين، لازم تجربوهم هاد العيد.